ايه يا متر، ايه القرار؟ خدنا 4 ايام. ما تخافش يا جعفر، يا ما دقت على الرص قبول يا ابني، ربنا معاك ما تخافش، يعني فتح الله ما فيش غيره. ايه حل القصه ده يا متر؟ لازم نسرع تفريغ كاميرات لبنان بسرعه، ولو الكاميرات دي طلعت مش جايبه حاجه والعياذ بالله هيبقى فيها اعدام. ولو القاضي طلع حنين هيديله مؤبد. اعدام ايه ولا مؤبد؟ ايه تفهم من بقك وبتفهم؟ ده قلب يا ست سوريا. محلوله باذن الله، محلوله يا متر ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمعلم جعفر مكتبه مقفول وخبط على بيته برضه مفيش حد. تليفونه مقفول برضه مش عارف اوصل له. لا المعلم جعفر تعيش انت. مات؟ لا لسه هيموت. اصله بعيد عنك كده هياخد اعدام. مسكوه في المطار معاه مخدرات. انت مين يا نجم؟ انا صاحبه. صاحبه؟ تصدق يا ابني المعلم جعفر ده دماغه في الشريش؟ تصدق خالتك هي اللي دماغها في الشريش، انت راجل مش محترم. انت بتكلم مين كده يالا؟ في ايه يا عم؟ انت بتكلم مين كده يا؟ لا استنى يا شاوي. عيل قليل الادب. عيل صغير. عارف. يلا يا ابني، يلا اشفك لعيشك، يلا يلا. في ايه يا كريم؟ كريم معاك صغير؟ انت شايف عيل قليل الادب يا حاج؟ اسكت. الفترة القليلة اللي عرفت فيها جعفر شفت قد ايه هو بني آدم ذكي. أكيد هيتصرف، أكيد هيعرف يخرج. اديكي قلتيها فترة قليلة، يبقى تحطي لسانك جوه بقك ونقطينا بسكاتك. هو بجد جعفر ممكن يتعدم؟ فلا الله وانا فالك، ما تقوليش كده، ان شاء الله هيخرج يا رب. شوقي جواه غل الدنيا كله، مش هسيب جعفر في حاله ابدا. ربنا ياخده ان شاء الله، امين يا رب. أنا متأكدة إن المخدرات دي مش بتاعته. أنا كنت معاه وشفته إزاي اتفاجئ لما شافها. تصدقي يا اختي ان احنا كنا شاكين؟ تعرفي تسمعي كلام دلال وتلقطينا بسكاتك؟ احنا عارفين جعفر كويس، مش مستنينيك انت تعرفيه لنا. يا جماعه سيبكم منها بقى ومن كلامها دلوقتي. تفتكري شوقي هو اللي عملها يا دلال؟ اكيد هو. هيكون مين يعني؟